بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كالعادة يا سادة سمعوني الصلاة على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تاني شيء بقول لكم جميعا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا كده يجعلها أيام خير وأيام سعادة علينا جميعا، وأيام رفع البلاء والوباء عن مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا جميعا كده من المقبولين. اللهم تقبل منا يا رب صالح الأعمال، وارضى عنا يا رب العالمين. طبعا انا عاوز اتكلم في موضوع انا ما اتكلمتش في فيديوهات كتير من زمان، بس الموضوع اللي انا اتكلم فيه كل الناس على مستوى البلاد، كل الناس على مستوى البلاد في جمهوريه مصر العربيه بتشتكي من الموضوع ده، الا وهو موضوع الصواريخ وموضوع البومب اللي هو البتاع اللي هم الماسوره اللي بيعملوها دي، يحطوا فيها كربون والعيال تخضها وتهزها كده وتفرقع. انا جيت دلوقتي طبعا انا بحكي، معلش صوته رايح، ان الحنجره مذبوحه، لان انا بذيع بالعصر وبذيع بالليل، يعني انا معلق رياضي بذيع ماتشات العصر وبذيع بالليل. انا لسه جاي حالا، طبعا احنا عندنا الدوره بتبدا، الملعب الخماسي بتبدا الساعه 10. جيت من بره لقيت ابويا قاعد في الصاله وقاعد كاشش. ابويا راجل عنده 70 سنه وراجل مريض وراجل تعبان وكان عنده ظروف صحيه. لقيته قاعد في الصاله وكاشش وخايف كده. فبقول له ايه يا حبيبي مالك قاعد كده ليه؟ قال لي العيال قاعدين يضربوا نار من ساعتها وما بطلوش ضرب نار، لدرجه ان ابويا قام من على السرير، وقع من على السرير، اتخض من على السرير. كل ده بسبب ايه؟ بسبب شويه عيال، يعني مش عاوز اقول لفظ خارج، بس عيال بنت 60 يعني. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. المشكله بقى مش في العيال كمان، المشكله ايوه صحيح ان احنا العيال اللي حاليا هي اللي بتربى اهاليها، العيال اللي موجوده. انا قلت قبل كده مرارا وتكرارا ان احنا في وسط اقذر بشريه حصلت في التاريخ. احنا في وسط اقذر بشريه حصلت في التاريخ. البشريه اللي احنا موجوده دي، الموجود الجيل اللي طالع بمعنى اصح، والاساس كله التربيه. العيال اللي بتربي اهاليها، او بمعنى اصح اهاليهم نفسهم اللي عاوزين تربيه. يعني اهالي العيال دي نفسها عاوزه تربيه. يعني احنا كنا بنعمل غلطه بره زمان، كنا نيجي نقول، يعني كان الناس تروح ترد علينا، اقسم بالله كنا بنتدغدغ، كنا بنتدغدغ، كنا بنتكسر كده عشان ما نغلطش غلطه، او نغلط في حد، او نغلط في راجل كبير، او نزعل راجل كبير، او نهين اي بني ادم على وجه الارض. احنا دلوقتي تيجي ترد على ام العيال، في طبعا اللي بيقابلك يقول لك معلش وحقك عليا وبيضحك عليك بكلمتين وانا هعمل وهسوي، وما بيعملش حاجه، ما بيعملش حاجه خالص. وفي طبعا اللي تقول لك ايه ده عيل اعمل له ايه. ما هي ما حد يعني معلش سوري يعني في اللفظ، لان صراحه حاجه تطلع واحد عن شعوره، يعني عشان المشخه ما حدش خلف الا هي. يعني هي ام خاريه رخره ما حدش خلف الا هي، فعندها ابنها ده فرخه بكشك. العيل ياخد مصروف 30 40 جنيه و50 جنيه يروح يجيب بومب، بدل ما يجيبهم حاجه يستفاد بيها، او اهاليهم يعلموهم ان هم يعملوا حصاله، وان هو يحوشوا للزمن، وان كل عيل يجيب مصاريف مدرسته او حاجات كتب، وزي ما كنا بنعمل زمان نطلع نشتغل ونحوش عشان اجيب يعني لبس العيد، لبس المدرسه او لبس العيد او كتب المدرسه. لا العيل دلوقتي بياخد 50 60 جنيه. ما هو عيل لو طالع ما هم مدلعاه وابوه مدلعه. ما انتش المشكله بقى الادهى والامر بقى، سيبك من الصواريخ، كميه الصواريخ اللي بتتضرب في الشوارع. احنا بنصلي التراويح العيال بتشوح صواريخ في قلب المسجد. اقسم بالله بكلمك بامانه، العيال بتشوح صواريخ في قلب المسجد. تشوف التربيه وصلت لغايه فين. ولو كنت تروح تتكلم معاه وتضرب عيل الدنيا تقوم وتقعد، يعني ازاي انت بتضرب ابنها يعني؟ تروح وتعمل لك حوار وبتاع. بس اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله على خضة ابويا دي وقعدة ابويا دي وجعزة ابويا دي وعيط ابويا دي، العيل اللي همسكه في الشارع عندنا وربي ومقعبد لقط من نصين، واللي يعرف يعمل معايا حاجه يجي يوريني يفرجني نفسه. انا بقول لك اهو، اقسم بالله العلي العظيم اللي همسكه في الشارع اللي هشقه نصين. من شويه يعني حصل دلوقتي، واحد صاحبي اتصل عليا وشفتها دلوقتي على النت دلوقتي على صفحه مدينه النصر مباشر، عيل اسمه اياد سعد عينيه طارت بسبب الصواريخ. مجموعه عيال اطفال شباب صغيرين 17 15 و13 و14 قاعدين يضربوا بتاع الصاروخ، ضرب في عين الولد، بوظ له عينه خالص. والموضوع منتشر جدا جدا على السوشيال ميديا حاليا دلوقتي. اسمه اياد سعد، محجوز في مستشفى المواطن النصر بسبب الصاروخ. وبرضه بنقعد نقول يا جماعه، بنقول طبعا ما فيش مشايخ بتتكلم في الموضوع ده، طبعا كل المشايخ بتتكلم عن رمضان وفوائد رمضان وكده. فانا طبعا قلت، طبعا انا قلت قبل كده ان كل واحد لصفحته منبرته. يعني انا صفحتي الصفحه بتاعتي دي هي دي المنبر بتاعي، وانا قلت باذن الواحد الاحد اي موضوع هيخص قاره الجنين هتكلم فيه. انا ما اتكلمتش من زمان، ما اتكلمتش من قبل رمضان في الجامعه، حتى في ماتشات كتير ما علقتش عليها. بس خضت ابويا وتعب أبويا، يعني وتعب ابويا دي وعدم نوم ابويا دي، اقسم بالله العلي العظيم حسابها عسير من اللي همسكه في الشارع. انا حذرت وبقول لكل الناس اهو، والله العظيم اللي همسكه وربي وما اعبد لا اطوم نصين، لان بصراحه الموضوع مستفز.
والعيال عاوزه تتربى آلية، او بمعنى اصح اهاليهم نفسهم عاوزين تربيه. معلش سوري يعني انفعلت عليكم رغم ان انا صوته رايح، بس بصراحه حاجه مستفزه. مخنوق بجد، وصعبان عليا ابويا وصعبان عليا الناس كلها. بقول لكم ان العيال بترمي صواريخ في قلب المسجد. انتوا شفتوا تربيه بعد كده؟ احلى مسا عليكم، واسف يعني على الانفعال، وكل سنه وانتم طيبين. احلى مسا عليكم.